أهلا وسهلا فيكم. أول شي إنه هلا اليوم أول مرة اللي أحكي عربي على يوتيوب بحياتي، فعشان هيك أنا متحمس كتير، بس بنفس الوقت خايف كتير. فأنا طالب بالعربي، وكنت طالب بالعربي من ماضي، بس كتير من ماضي كنت بالجامعة للعربي الفصحى ومش بالعامية. فلما خلصت مع الجامعة فكرت إنه يعني ما بقدر أحكي مع أشخاص كتير بالعربي، لأنه كل أشخاص يحكوا بعامية ومش بفصحى، وكل دراستي من مالي كانت بفصحى بس. فهلا أنا أدرس بمعهد أونلاين، وأخذ صوفين كل أسبوع بس بالعامية. وأنا بعتقد إنه عامية حلوة كتير، عشان هلا أنا بقدر بتفرج مسلسلات شوي وفيديوز باليوتيوب من الشرق الأوسط شوي، وكل إشي تاني من هيك. بس أنا لسه أدرس، فما عندي كلمات كتير بالعربي بشكل عام. أنا عندي كلمات كتير، بس عن يعني كتير من المواضيع ومش مواضيع مخينين. فهلا بهاي القناة أنا بدي أحكي عن مواضيع كتير بالعربي بالعامية، عشان أنا بفكر إنه إذا بدي أصير بطلاقة باللغة لازم أحكي كتير كتير، عشان الكلمات أحيانا صعبين إنه، وعشان لازم أفكر كتير كتير إذا بدي يعني إذا بدي أحكي الكلمات بالعقلي. أيوة. فهلا باليوتيوب بدي أحكي عن مواضيع كتير، وكمان بتمنى إنه حكي راح يصير أحسن من هلا. وكمان آه بدي بغلط عن جد، عشان لازم بغلط باللغة إذا بدي أتعلم أكثر عن القواعد وعن كيف أعمل بالجملات بالعربي. فمش مشكلة لي، وأنا بفكر إنه هاي قلنا ممكن كتير كويسة بالممارسة. فأنا بتمنى إنه ممكن هاي قلنا كمان آه تساعد راح تساعد طلاب بالعربي بشكل عام، لأنه أنا بدي بفرج بفرجكم كل
كل الطلاب إنه لازم عمل لازم يعني تغلطوا تغلطوا إذا بدكم آه بتصيروا أحسن. فشكرا لكم ومع السلامة.